السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة لافوانيت. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. مصطفى مبي المعروف بمبي سابر في ذمة الله. توفي اليوم السيد مصطفى مبي المعروف بمبي سابر إثر حادثة سير وقع عليه في محور طريق دار جلوف بعدما تم نقله إلى المستشفى، وقد كان على متن سيارة كالسانسيس التي حصل عليها بعدما قلتوبة الماضي. وفقا لمصادر مطلعة فقد لقي 3 أطفال حتفهم خلال اصطدام السيارة التي يركبها مبي سابر بهم، فيما أصيب الشخصين بجروح خطيرة رحمهم الله جميعا وأسكنهم فصيح جناته. اختيار ماكي سال الموريتاني لترجمة كتابه لسنغال أوكور إلى اللغة العربية لن يرضي بالتأكيد جميع المستعربين العرب في هذا البلد. هذا هو الحال بالفعل مع سيرين خادم بوسو مالكي موقع سين أراب. وفي خطاب تم الوصول إليه يتحدث الصحفي الناطق بالعربية دون تردد عن عدم مراعاة الرئيس ماكي سال تجاه المثقفين الناطقين بالعربية، ويضيف: لقد ذهبنا إلى أعظم الجامعات في العالم العربي والدولة تتجاهلنا عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في أمور في مجال تخصصنا. ويتابع: ليس لدي أي شيء ضد مواطني هذا البلد الشقيق، حيث لدي الكثير من الأصدقاء هناك، لكني لا أفهم حقيقة أن الدولة تعطي مثل هذه المسؤولية لأجنبي، وكأن بلدنا ليس له متخصصون في مثل هذا الميدان. تظاهرت حركة نولانك مع جمعيات أخرى في المجتمع المدني مساء اليوم من ساحة الأمة إلى الطريق المؤدية للقناة الوطنية إرتيس برخصة موقعة من محافظ ذكار لأجل التنديد على ما يلي: الجور الذي انتشر بشكل كبير في السنغال، الكيل بمكيالين للعدالة السنغالية، هتك حرمات المؤسسات الوطنية وهيبتها، التقاعس في الدعاوى القضائية المقدمة إلى العدالة من قبل النشطاء السياسيين، انتهاك الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية بعدم ترخيص المظاهرات الاحتجاجية. الرئيس صال يؤدي العمرة برفقة السيدة الأولى مريم فيصل، وذلك بعد وصوله صباح اليوم الجمعة إلى السعودية قادما من الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك في فعاليات افتتاح جناح السنغال في إكسبو دبي. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله.